مساء شريف. اعمل معروف، بس ابقى اعرف الاول انت بتعمل معروف لمين. مش كل الناس تستاهل المعروف، ولا ينفع نقول ما تعملش معروف ولا تقدم خير، لان جوهر رسالتك في الحياة كلها انك تعمل خير. في الادب العربي قصة معروفة جدا بتحكي عن سيدة ماشية في الطريق، فلقت حية تعبانة على جانب الطريق ومحطوط عليها حجر وبتستغيث. فقالت لها في ايه حصل؟ قالت لها ان في حد رمى عليا الحجر دوت وهو ماشي. وخبت عنها ان هي كانت عايزه تاذي الحد دوت علشان يحمي نفسه ورمى عليها الحجر ده. وطلبت الحية من الامرأة ان هي تشيل عنها الحجر، وقالت لها السيدة حاضر، وشالت عنها الحجر. وكان رد الحية انها قالت لها انا كل انسان بيعمل فيا معروف لازم اذيه. فاستغربت المرأة، قالت لها ليه؟ قالت لها هي ده طبعي، ما اقدرش اغيره. كل انسان بيعمل فيا معروف لازم اذيه والده. فاستغربت المرأة من رد فعل الحية اللي انقذت حياتها. كانت في موقف صعب جدا، وقالت لها طيب احنا نشوف اول حد معدي على الطريق ونسأله، واللي يحكم بيه ننفذه. وبالفعل وافت الحية، وبعد شوية مر راجل حكيم على الطريق. فحكت ليه المرأة القصة. كان رد فعله قال لها لا، أنا مش مصدق اللي حصل ده، يا ريت تعيدوا المشهد تاني قدامي. وافقت الحية والمرأة، وخدت الحية وضعها، وجات المرأة حطت الحجر عليها وبدأت تجسد المشهد مرة تانية علشان تشيل الحجر من الحية. وهنا وقف الحكيم قال لها لا تصنعي معروفا بأحد لا يقدر. وفهمت المرأة الرسالة ومشيت، وأنقذها الحكيم من لدغ سم الحية اللي ماتت. القصة المعبرة ديت، وهي قصة رمزية، بتظهر لينا إن في ناس وبشر حوالينا مثل الحياة، ما نقدرش إن إحنا نقدم لهم المعروف ونساعدهم، لأن في المقابل بيلدغونا بسمهم، بيأذونا. وربما عن تجربة إن معظم الناس اللي اتأذينا منهم ناس إحنا قدمنا معاهم كل خير وعملنا معاهم المعروف. فلو أنت رجعت حياتك وذاكرتك شوية هتلاقي القصة بتاعت المرأة والحية ديت حصلت في حياتك بشكل أو بآخر. هتلاقي إن في حد أو اتنين أو أكتر قدمت ليهم معروف وما صنوش المعروف ده وما قدروش المعروف ده، ويا ريتهم كانوا سكتوا أو نسيوا المعروف اللي أنت عملته. لأ، المثل بيقولك العين ما تكرهش إلا اللي أحسن منها. فطول ما هو الشخص ده حاسس إن أنت عملت فيه معروف وأحسن منه، طول ما هو هيسعى دايما إن هو يأذيك ويكسرك، مش علشان يحطك في موقف، لأن ده كان بعض الشيء اعتقاد عندي غلط، مش عشان يحطك في موقف ضعيف عشان يبدأ هو يعمل فيك معروف فيرد لك المعروف. لا، هو بيحاول إن هو ينكر هذا المعروف بإيذائك. فكر، أنت بتقدم الخير لمين؟ بتساعد مين؟ يعني مثلا لو معاك شوية وقت أو معاك شوية فلوس أو معاك شوية صحة، تروح تصرفهم
على ناس مش محتاجة ولا ناس محتاجة؟ ببقى أولها تقول لي الناس المحتاجة. طيب لو أنت عندك خير ربنا بعتهولك أو مديهولك في قلبك زرعه وعايز تبعته للناس وعايز توصله للناس، وأنت ما هو إلا بوسطجي بتاخد من ربنا وتبعت للناس، ما تشوف الناس اللي يتقدروا بتعبك ده، مش يردوا المقابل بجميل أو بمعروف موازي، لا لا، إن هم يصونوا الخير اللي اتعمل والمعروف اللي اتقدم لهم، يصونوا المحبة والنعمة اللي وجهتها ليهم من قلبك لقلبهم، مش يكون المقابل البغضة وحقد وغيرة وحسد وأذية. هتعرف الناس دي منين؟ أنا شخصيا معرفش هتعرف الناس دي منين. ليرشدك الله وليرشد قلبك، لكن بشكل أو بآخر حاول تكون حكيم وعندك من الإفراز ومن الاستنارة في إن أنت تعرف لمن تقدم له معروفك، لمن يصون هذا المعروف، لمن يقدر ما قدمته من خير حتى لو لم يرد لك هذا الخير. وربنا يعافيكم من نكرين المعروف.